بعد نهاية ديربي حضرموت شعب حضرموت يمتلك إحصائيات لا يمتلكها أحدا غيره. يمتلك أقوى هجوم وأقوى دفاع وأفضل حارس وأفضل مدرب وهداف الدوري حيدر أسلم من شعب حضرموت. لم يستقبل شباكه إلا هدف واحد فقط. تخيل معي 10 مباريات في شباك نظيفة ومتصدر الدوري. إيش عاد تريدون أكثر من هذا؟ اعطوا له الدوري بالله عليكم. وما زال السؤال يتكرر في كل جولة: من يستطيع إيقاف شعب حضرموت؟ 11 مباراة، 9 انتصارات وتعادلان. متبقي فقط لشعب حضرموت مباراتين أمام اتحاد إب وأمام سد مارب. برأيك هل يقدر أحد هؤلاء الفريقان إيقاف النوارس أم سينهي نصف الموسم بدون أي خسارة؟ برأيي أنا سينهي نصف الموسم بدون أي خسارة. أما عن تطلعاتكم أنتم وقراءتكم وتوقعاتكم اكتبوا لنا في التعليقات. هل سينهي نصف الموسم بدون أي خسارة أم يقدر أحد الفريقان على إيقاف النوارس؟